حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، حياكم الله مع أنوار النبوة، مع أنفاس الرسالة، مع عظمة الخلق المحمدي، مع الحدب والشفقة والرعاية على الأمة والهم الذي يتوحد لتجتمع كل الهموم فيه، وهو هم الهداية البشرية. ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا نشرف على ميدان فسيح تحفه جبال حمراء تطيف بالمدينة النبوية. شهر شوال السنة الثالثة من الهجرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يتكئون على جبل أحد بعد أن وقعت الهزيمة في صفوف المسلمين بعد نصر مؤزر كانوا أصابوه في أول المعركة. بعد أن حصل القرح والضر في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط القتلى شهداء، وكان أشد ذلك الشهداء الذين كانوا يسقطون بين يديه صلى الله عليه وسلم وهم يذبون عنه. أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 9، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين، طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص و7 من الأنصار. وأرهقهم المشركون حتى وصلوا إليهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يدفعهم عنا وله الجنة؟ فيقوم واحد من الأنصار ويقتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تتذوق ألم هذا الشيء، ألم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه يقتل بين يديه دفاعا عنه، ثم يقوم الثاني، ثم يقوم الثالث، ثم يقوم الرابع، حتى قام 7 الأنصار رضوان الله عليهم كلهم فاستشهدوا بين يديه. ثم قال: من يقوم يدفعهم عنا وله الجنة؟ فقام طلحة رضي الله عنه فقاتل قتال يعاد القتال اللي قبل كلهم، حتى دفعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت السهام موجهة إلى حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سعد بن أبي وقاص يرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلحة رضي الله عنه حول النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عنه السهام، حتى أنه دفع بيده سهما فأصاب يده فشلت، فكانت يد طلحة رضي الله عنه شلاء، لكنها كانت ميمونة مباركة. ووصل وأرهق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دنا منه المشركون حتى شج وجهه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته. الرباعية هي السن اللي قبل الناب، الثنايا ثم الرباعيات. كسرت سنه صلى الله عليه وسلم الرباعية، وغاصت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وضرب على عاتقه، كان قد ظاهر درعيه صلى الله عليه وسلم، فبقي يشكو شهرا من هذه الضربة. واستمر النزيف به صلى الله عليه وسلم وحلق المغفر داخله حتى أدركه أبو بكر رضي الله عنه ومعه أبو عبيدة رضي الله عنه. فلما رأى أبو بكر حلقتين من حلق المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم أهوى لينزعها، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: ناشدتك الله، خلني أنا لأنزعها. فأهوى أبو عبيدة ينظم الحلقة بأسنانه، مبالغة في الرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما ندرت الحلقة من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندرت ثنية أبي عبيدة، بقت ثانية، جعل ينضنضها بالثانية وفمه ينزف دم، طار سنة، طارت ثنيته، فجعل ينضضها بالثنية الثانية حتى ندرت ثنيته. فكان أبو عبيدة رضي الله عنه أهتم، يعني استقرت ثناياه، فكان يقال كان أحسن الناس هتما. أنا يا إخواني كل ما أتذكر هذا الموقف أشعر في قلبي يعتصر ألما، أقول إذا كان أثر الحلقة في أسنان أبو عبيدة ندر السن علشان يطلع الحلقة، إذا كيف كان أثرها في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان أثرها في النبي؟ إذا كان اللي يخرج الحلقة تندر سنه، فكيف الذي انغرزت الحلقة فيه صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لما أخرج الحلقات جعل الدم ينزف على وجهه صلى الله عليه وسلم، ولم يتوقف، جعلوا يغسلون الدم من أتى علي رضي الله عنه بدم بماء في ترسه،
افتعالة فاطمة تغسل الدم ولا يزداد الدم إلا نزيفا، فأخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى احترق أصبح رماد، فجعلت تحشو مكان الجرح برماد الحصير، يعني زي البودرة، حتى استمسك الدم. لكن ما كان هذا فقط الذي آلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ألم جسدي، لكن كان في ألم آخر، ألم نفسي. يتمثل هذا الألم النفسي في رؤية صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين آمنوا به واتبعوه وصدقوه يوم كفر به الناس وجحده الناس وكذبه الناس، كانوا هم الذين آمنوا به وهم اللي ناصروه وهم الذين كانوا معه في الشدائد. يراهم النبي صلى الله عليه وسلم جثث صرعى بجثث مشوهة. هذا عم حمزة رضي الله عنه، يقف النبي صلى الله عليه وسلم على جثمانه فإذا هو قد مثل به، وقر بطنه، أخرجت أحشاءه، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويرى هذا العم الحبيب الذي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إن عم الرجل صنو أبيه، صاحب البلاء العظيم في الإسلام، يراه بهذه الحال ممثل به، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه أسفا حزينا ويقول لن أصاب بعد اليوم بمصاب أعظم من هذا المصاب. ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنه هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء أشد من يوم أحد بعده، ذكر شيء مضى قبل يوم أحد، أما بعد أحد فلم يصب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من ذلك المصاب. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم جثة مصعب بن عمير، هذا الشاب الذي آمن معه في مكة وهاجر معه إلى المدينة وكان أول مبشر بالإسلام، فيرى أيضا جثة قد قطعت أطرافها ومثل بها، فيتلو قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. تأتي صفية أخت حمزة عمة النبي صلى الله عليه وسلم تعدو إلى جثمان أخيها، فيراها النبي صلى الله عليه وسلم مقبلة من بعد، فيقول لابنها الزبير أدرك المرأة لا تصل. والزبير رضي الله عنه من أشداء الرجال وأقويائهم، فلما وصل إليها دفعت فسقط هناك، فاستعمل سلاح الإشارة، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك ينهاك أن تصلي إليه، لأن سلم أشفق أن ترى جثة أخيها ممثل بها، فأعطته ثوبين وقالت إني قد علمت أن أخي قد قتل وأتيت بهذين الثوبين ليكفن فيهما. ويقف النبي على جثمان حمزة ويكفن، فإذا الثوب الذي يكفن به انغطوا راسه طلعت رجليه، وانغطوا رجليه طلع راسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه ويوضع على قدميه من ورق الإذخر، من ورق الشجر. ما هو فقط هذا الذي أحسن النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أن هؤلاء القتلى بقي ذكراهم في وجدان النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرهم ويدعو لهم، حتى أنه قبل أن يموت خرج إلى شهداء أحد يودعهم كالمودع الأحياء والأموات. ذكرى عزيزة لكل هؤلاء الصرعى أمامها الآن. كان مشهد في غاية الألم، ألم جسدي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم، شج رأسه، حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه، كسرت رباعيته، وألم نفسي وهو يرى أصحابه وأقرب الناس إليه صرعى يوارون في هذه القبور في قبور جماعية. لكن الشيء المهم الذي أريد أن نشد الأبصار إليه، من هو الذي يقود هذه المعركة ضد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أشرفت على هذا المكان لرأيت أبا سفيان بعد ما رأى الجثث ملقاة في ميدان المعركة وممثل بها ومخرجها أحشائها ومقطع أطرافها ومجدعة الأنوف والآذان، وهو واقف على أسفل جبل أحد ينادي ويرتجز، هو قائد المشركين، هو قائد هذه المعركة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرتجز ويقول أعلو هبل أعلو هبل أعلو هبل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه، قالوا ماذا نقول؟ قالوا قولوا الله أعلى وأجل. ثم ينادي فيقول لنا العزى ولا عزى لكم، فيقول ردوا عليه قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ينادي بتشفي، والرسول صلى الله عليه وسلم في كل هذه الآلام وينادي ويقول أفيكم ابن أبي كبشة؟